أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة فك شفرة العادات السلبية، واللي بعنوان الثواني اللي قبل السقوط، المكان الوحيد اللي تقدر تغير فيه كل حاجة. القرار الحقيقي بيتاخد قبل السقوط. فاكر آخر مرة وقعت في حاجة كنت قررت تبعد عنها؟ يمكن ولعت سجارة، يمكن فتحت تيك توك دقيقة بس ولقيت نفسك لسه ماسك الموبايل بعد ساعة. يمكن أخرت الصلاة وقلت هصلي كمان شوية. يمكن اتعصبت على حد وندمت بعد ثواني. يمكن قلت لنفسك المرة دي بس. امتى بالظبط حصلت الواقعة؟ لما ولعت السيجارة، لما فتحت التطبيق، لما قلت الكلمة، ولا الحقيقة إن كل ده كان آخر المشهد؟ أغلبنا فاكر إن المشكلة بدأت عند الفعل، لكن الحقيقة الفعل كان النتيجة، أما القرار فاتاخد قبلها، يمكن بدقيقة، يمكن ب30 ثانية، يمكن بثانية واحدة. ثانية عدت بهدوء، لكنها كانت أهم ثانية في المشهد كله. وعشان كده السؤال الصح مش إزاي أبطل العادة، السؤال الصح هو إيه اللي بيحصل في الثواني اللي قبل ما أقع؟ وليه الثواني دي هي المكان الوحيد اللي لسه الاختيار فيه بإيدك؟ ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. اتأمل في كلمة خطوات. ربنا ما قالش لا تتبعوا الشيطان، قال خطوات الشيطان. يعني البداية خطوة وبعدها خطوة وبعدها خطوة، لحد ما تلاقي نفسك وصلت مكان ما كنتش ناوي توصل له. ويمكن أكبر غلطة بنقع فيها إننا بنبص على آخر خطوة ونسيب أول خطوة، مع إن أول خطوة هي أسهل خطوة تتغير. عمرك دخلت المطبخ ولقيت نفسك واقف قدام التلاجة وسألت نفسك أنا جيت هنا أعمل إيه؟ أو فتحت الموبايل عشان تشوف الساعة وبعد 10 دقايق اكتشفت إنك نسيت ليه فتحته أصلا؟ أو ركبت العربية ولقيت نفسك وصلت مكانك المعتاد من غير ما تفكر في الطريق، أو من غير ما تفتكر أصلا الطريق اللي انت وصلته منه ازاي. ايه اللي حصل؟ دماغك كانت ماشية في طريق حافظاه، وده اللي بيحصل مع العادات تماما. تخيل ان دماغك كل ما كررت نفس السلوك في نفس الظروف بيلف الخطوات دي في كتلة واحدة، زي ما بتلف خيوط كتير في كورة واحدة. وبعدين بيشغلها اوتوماتيك كل ما يلاقي نفس الإشارة، لحد ما جسمك يسبق تفكيرك، مش لأنك مجبر ولا لأن إرادتك ضعيفة، لكن لأنك كررت الطريق ده مرات كتير. أول ما تيجي نفس الظروف، نفس المكان، نفس الوقت، نفس الشعور، دماغك بتقول أنا عارفة أنا هعمل إيه، وتبدأ تمشي في الطريق القديم قبل حتى ما تسأل نفسك أنا عايز أعمل كده فعلا. الخبر الحلو إن الطريق القديم مش هو الطريق الوحيد. كل مرة تلاحظ البداية وتختار تصرف مختلف، أنت بتبدأ تمهد طريق جديد. في الأول هيكون صعب، لكن مع التكرار هو كمان هيبقى أسهل. في سؤال هيفرق معاك لو عرفت إجابته:
وهيفرق معاك جدا. ايه اول علامة بتظهر عليك قبل ما تقع؟ مش بعد ما تعمل العادة، قبلها بدقايق، واوقات قبلها بساعات. كل واحد فينا ليه جرس انذار مختلف. واحد اول ما يزهق يدور على اي حاجة تسليه. واحد اول ما يتوتر ياكل من غير ما يحس. واحد أول ما يحس بالوحدة يمسك الموبايل. واحد أول ما يسهر يبقى أضعف من أي وقت تاني. اسأل نفسك، إيه الحاجة اللي بتتكرر كل مرة قبل ما أقع؟ هل هو الملل؟ هل هو التوتر؟ هل هو الغضب؟ هل هو الوحدة؟ هل هو السهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو أول حاجة بتتأثر قبل الفعل بفترة، بيبدأ فيه إحساس، وقبل الإحساس بيكون فيه موقف. ده هو جرس الإنذار اللي ربنا وضعه جوانا، مش عشان نحاسب نفسنا، عشان نحميها. لو اتعلمت تسمع الجرس ده وهو لسه بيدق، هتلاقي نفسك واقف قبل ما تقع، مش بعدها. من النهاردة ما تركزش بس على العادة، ركز على اللي بيجي قبلها، لأن اللي يعرف بداية الطريق نادرا ما يضيع في آخره. دلوقتي انت عرفت الثواني اللي قبل السقوط. فاضل سؤال واحد: أعمل إيه لما ألاقي نفسي في العادة السلبية دي؟ أول حاجة اسأل نفسك، لو موجة جاية هل لازم أسبح ضدها؟ الرغبة موجة، لو صبرت عليها شوية ثواني بتضعف لوحدها، مش لأنها راحت، لكن لأنها مرت. المطلوب منك مش تقاومها، المطلوب منك بس ما تركبش الموجة دي. تاني حاجة، خد نفس، ثانية واتنين وتلاتة، وطلعه بهدوء مرة أو مرتين، في عدة أو في عدتين. مش عشان النفس هيحل المشكلة، لكن عشان بيخفض هرمون التوتر في جسمك ويديك فرصة تفكر قبل ما تتصرف. تالت حاجة، سمي اللي حاسس بيه. قل لنفسك أنا متوتر، أنا زهقان، أنا حاسس بالوحدة. الأبحاث بتقول إن تسمية المشاعر بتخفف حدتها. الدماغ بيبدأ يشوفها كمعلومة مش كتهديد. أول ما تعرف اسم اللي جواك بتبقى شايفه أوضح، وساعتها ما يبقاش هو اللي بيسوقك. رابع حاجة، غير حاجة حواليك، قم من مكانك، اشرب كوباية مية، اتوضى، اطلع البلكونة، سيب الموبايل في أوضة تانية، اعمل أي حركة تكسر اللي كنت هتعمله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. بص للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش اقنع نفسك ولا استنى الغضب يروح لوحده. بدأ بالجسم وغير وضعك، لأن ساعات تغيير بسيط في جسمك يمنع تصرف هتندم عليه. يمكن الخطوات دي تبان بسيطة، لكن افتكر كويس، احنا مش بنحاول نحل حياتك كلها، احنا بنحاول نكسب ثانية أو ثانيتين أو 10، لأن الثواني دي هي اللي بترجع لك حق الاختيار.
خليني أقول لك حاجة، مش كل مرة هتلحق الثواني دي، أوقات هتلاقي نفسك وقعت، وساعتها اوعى تعمل أول غلطة، إنك تقفل الملف وتقول خلاص أنا مش هتغير، مفيش فايدة. بدل كده اسأل نفسك سؤال واحد بس: إيه اللي حصل قبلها بدقايق؟ كنت حاسس بإيه؟ كنت فين؟ إيه أول فكرة عدت على دماغي؟ ما تجاوبش علشان تحاكم نفسك، جاوب علشان تتعلم، لأن كل إجابة هتقربك أكتر من جرس الإنذار بتاعك، وكل مرة تعرف البداية المرة اللي بعدها هتشوفها أسرع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تأمل أول كلمة يا عبادي، رغم الغلط ورغم التكرار ورغم إنك وقعت لسه بيناديك. يمكن النهاردة ما قدرتش تمنع السقوط، لكن تقدر تمنع إنه يتكرر بنفس الطريقة. لو خرجت من كل مرة بدرس واحد، يبقى حتى الوقعة علمتك حاجة. في الثواني اللي قبل السقوط في العادة السلبية بيبقى عندك إحساس أو فكرة أو موقف ولسه مفيش فعل حصل، ودي أغلى لحظة في المشهد كله، لأنها آخر لحظة لسه فيها الاختيار بإيدك. يمكن طول عمرك كنت فاكر إن معركتك مع العادة بتبدأ لما تقع، لكن من النهاردة اعرف إن معركتك الحقيقية بتبدأ قبلها بثواني. أول ما تحس بالملل خد بالك، أول ما الغضب يعلى خد بالك، أول ما تسمع جواك مش مشكلة المرة دي بس خد بالك. يمكن دي أهم ثانية في يومك كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يعني الإنسان العاقل مش اللي عمره ما بيغلط، لكن اللي يراجع نفسه قبل ما الغلط يكبر. العادة ما بتبدأش بالفعل، بتبدأ بخطوة، ولو شفت أول خطوة هتقدر تغير الطريق. وأنا عارف إن ده مش سهل، لكن أنت لو كنت مش قادر تغير ما كنتش هتسمعني دلوقتي. والحقيقة إن مجرد إنك هنا دي خطوة في اتجاه التغيير. في الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجة بتشوفها كل يوم لكن ما كنتش تعرف إن هي اللي بتشغل العادة. الزناد إيه هو وإزاي بيشغل سلوك كامل في ثواني؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. نشوفكم على خير، وغدا كان يوما جميلا. كان معكم مصطفى عبد المجيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.